السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضيحة كبرى صراحة. شيء شوها صراحة شوها أنه في اختتام مهرجان الموازين يطرى هذا المشكل هذا، واللوم كل اللوم على المنظمين. وقلنا وهضرنا من قبل أنه خاص يتم، يعني جبتي واحد نجوم معينين خاصك تختارهم بعناية. شوف الحالة الصحية، الحالة النفسية، كيفاش يعني المسار الكارير ديالهم فين ماشي أي واحد يمحيت اسم مشهور ولا معروف ولا عنده شعبية تجيبوا المهرجان الموازين، ولا إطراك هاد المشكلة غنشوفو في هاد الفيديوهات هادي. ورجم بالتاريخ يعني. شيرين عبد الوهاب كان عندها حفلة امبارح في مهرجان موازين في المغرب، وناس كتير جدا جدا انتقدت إطلالة شيرين وانتقدت طريقة غناها، وحتى الصوت اللي ما كانش الناس متعودين عليه من شيرين عبد الوهاب. وكمان غنت أغاني كتير جدا بلاي باك. أنا من فانز شيرين ومن الناس اللي بتحب شيرين عبد الوهاب، بس أنا نفسي ومنى عين الفيديو ده يوصل لها. فوقي بقى، اطلعي من قرفك بقى. انت مش واحدة قليلة، انت واحدة عندك فانز وجمهور بيحبك. الجمهور ده انا كنت حاضر جزء منه في حفلتك اللي كانت في دبي من 5 أو 6 شهور فاتوا. لو انا سجلت لك تعليقات الجمهور اللي كانوا قاعدين جنبي من دول عربية، انت هتزعلي على نفسك واللي وصلتي نفسك ليه. برضو غنيتي بلاي باك اغاني كتير جدا، اكتر من 6 7 8 9 اغاني بلاي باك، والصوت مش هو صوت شيرين، الاطلاله مش هي اطلاله شيرين، روح مش روح شيرين. في ايه؟ تخطي بقى. احنا بقالنا عمالين نقول شهرين 3 4 6 شهور 8 شهور، طب سنه ونص هتتخطى شيرين، هترجع تاني شيرين، هتخس شيرين، هترجع اطلالات شيرين، هيرجع صوت شيرين، هيرجع اختيارات شيرين. والكلام ده مش هيعجب برضو ناس من اللي هم الصنم العجوة. الالبوم الاخير بتاع شيرين بالنسبه لي كله ما فيهوش غير اغنيتين 3 حلوين لشيرين، الباقي كله نيله اختيارات اسوأ ما يكون. فوقي لنفسك بقى، اعرفي ان في ناس بتحبك وعايزاكي افضل واحده في الكون. خشوا على الفيديوهات اللي نازله لحفله شيرين امبارح من مهرجان موازين، واقروا التعليقات اللي موجوده. الناس بتحبك وناس كتير بتدعمك. فوقي لنفسك، انت مش واحده قليله، انت ليكي تاريخ، انت ليكي اغاني الناس بتغنيها لحد النهارده. بس مش هتعيشي على قديمك بس، مش هتعيشي على اللي انت عملتيه بس. انت عندك مستقبل، انت ما عندكيش 60 70 سنه. انت مش اول واحده تتخان ولا تتجرح ولا تسيب حد بيحبه. سرعه التخطي بقى من حياتك. اقفلي، فكري في الناس اللي بتحبك، فكري في جمهورك، فكري في بناتك، فكري انك بتغني باسم بلدك، بعيدا بقى عن قصه صوت مصر او مش صوت مصر. لكن بصراحه من أسوأ لأسوأ، واللي شايف غير كده يبقى محتاج نضاره. ما تجيش عندنا المغرب ودير لنا هادشي. شحال كاع لي شونطور اللي جاو حتى لي زيجيبسيان خدناو مزيان، من غيرها هي فين ما تجي المغرب دير هاد المشاكل. دخلنا حتى لداخل وخرجنا 1400 درهم. ما دخلناش هما التيكيت وما دخلناش. يمكن كاع تصور دابا يبان لك الناس خارجين، يلاه هي غنات 2 اغاني خارجين، يعني لاكسيس يمشي يموت شي حد يتخنق ولا شي حاجه. ما دخلناش ما كتبش ما سمعناش ولا ما كتسمعوهاش مزيان، كتغني بلاي باك وما كتسمعوهاش مزيان وما دخلناش اصلا. دايره بلاي باك، حنا الدي جي كنعرفوه نديروه في ديورنا. هذا هو فان كارير ديالها. ما سمعنا والو، ما تنغمنا، ما سمعنا ما والو، لا حضور لا صوت لا ما درت حتى مجهود. وندمت جيت لا علاقه باش ما نكذبش. عرفتي ندمت وديت نقول الحمد لله ما حيدوا لي التيكي، شفضوا عليه وما شفضوا ليش التليفون. صراحه زعما كتغني غير بلاي باك مالوغوزمون، on n'a pas apprécié d'ailleurs on part plus tôt.
الجمهور ساب المسرح ومشي لشيرين في اخر حفله في مهرجان موازين بالمغرب. لو قلبك جامد هتكمل الفيديو لاخره وما تنساش اللي حصل في حفله شيرين عبد الوهاب في المغرب كان صدمه لجمهورها قبل ما يكون صدمه. شيرين كانت بتحيي حفله ضمن فعاليات مهرجان موازين في الرباط، وده واحد من اكبر المهرجانات الغنائيه في الوطن العربي، والمسرح كان متجهز على اعلى مستوى. الجمهور كان مستنيها من بدري وحماس كبير، لكن اول ما شيرين طلعت ظهرت علامات استغراب على وشها لانها كانت بتغني بلاي باك مش لايف، يعني دي جي كان شغال بالاغاني بتاعتها وهي كانت واقفه بتمثل انها بتغني. الموضوع ما وقفش هنا، شيرين كانت واقفه من غير تفاعل ولا حماس ولا تواصل مع الجمهور ولا حتى كلمه ترحيب، لدرجه ان في لحظه قالت للفرقه بتاعتها العبوا اي حاجه. الجمله نزلت زي صدمه على الناس وتحولت الحفله لماده سخريه على السوشيال ميديا، والجمهور المغربي ما سكتش، بداوا يسيب الحفله واحد ورا واحد، ومنهم اللي قعد يزعق ويعبر عن غضبه، لدرجه ان في فيديوهات انتشرت لصفوف كامله فاضيه بعد ما الجمهور انسحب. شيرين اللي كانت المفروض تقفل الليله على المسرح الكبير اضطرت ان هي تمشي قبل انتهاء الوقت الرسمي ليه، وده طبعا بعد ما الحضور بقى ضعيف جدا. الواقعه دي عملت ضجه كبيره والناس بدات تسال ازاي فنانه بحجم شيرين عبد الوهاب تعمل وليه ما احترمتش جمهور طالع من بيته ودافع فلوس وواقف بالساعات عشان يسمع. شيرين لحد دلوقتي ما طلعتش لا توضح ولا تعتذر، لكن الحفله دي بقت من اكتر لحظات مسيرتها اللي عليها علامات استفهام. ما تنسوش تتابعوني على الاكونت. شوف موازين بنادم كاعي حيت شيرين وهبي دات لهم خويه في عمره. بنخلص فلوسنا وفي الاخر كيجيو الناس قدامنا وكياخذوا البلاصه، سي با نورمال. شوف على بنخلص فلوسنا، علاش حاولتي تقولها بالمصريه مثلا؟ ياك انت مغربيه في وسط المغرب وموازين مهرجان مغربي، بنخلص ما كتقال حتى عندهم بنخلص فلوسنا. قولي تنخلص فلوسي وكيجي بنادم كينقص كيجي قدامي بنخلص، علاش؟ ودارت شيرين بلاي باك، سي با نورمال. انت نورمال ما دير شيرين بلاي باك، لقات على من الضحك. حنا المغاربه اللي جا كيضحك علينا، اذا عادي تجي ودير بلاي باك ودير فيكم ما بغات وتشد الكاشي وتضرب الباب عادي جدا، ما فهمتش. شيرين والو ما غنات ولا حاجه، استهزأت بنا تغني بلاي باك، تغني من شيرين زيرو. شيرين ما درتي ولا حاجه والو، استهزأت بنا. الدار المصريه كتاكل الدق، وهضريها بالدارجه اختي. استهزأت بنا ما درتي ولا حاجه والو زيرو. علاش عندكم عقدات الاجنبي كدوب بواحد اللهجه ما كتقنوهاش باش ديروا بليزير لواحد الصحافه اللي جايه عندكم وانتم اللي كتادابطاو ليها؟ انا ما كنفهمش. هي تبارك الله عليك شيرين، جلسي هكا ما تدويش، خلي البلاي باك وش دير كاشي ديالك قدام. انا ما كنلومكش، انا عيد ما نقول لبنادم بركه من عقده الاجنبي في المغرب، ولكن عندهم ديك العقده تبارك الله كبروا فيها النقص من جهه المشرق، فهمتي؟ راه كنقول لهم نتوما ماشي ملائكه، فهمتي؟ ولكن باقي كينفخوا فيكم كيعطيكم واحد القيمه اكثر من القيمه ديالكم، ولكن ما عندنا ما نديروا. ايوا ما شوف تبارك الله عليك، شدير كاشي ديالك وديمار لمصر مع راسك وتبرعي ليا. السلام اختي شيرين، هز الكشه وديمار ليا مع راسك، عطي لي المول عقده الاجنبي. والله العظيم كون جبتو دي جي مغربي عنده بلاي ليست ديال السخط منوعات بدا يشطح فيكم تما حتى يتفشوا لكم الركابي، خير من هاد الشويه درتوينا قسما بالله. شيرين استهزأت بالجمهور المغربي. ليه الجمهور المغربي ساب حفلة شيرين ومشي؟ جمهور المغرب يغادر حفلة شيرين خلال ختام مهرجان موازين بسبب بلاي باك. ايه القصة؟ في مهرجان كبير قوي في المغرب، المهرجان ده بيقام كل سنة، اسم المهرجان مهرجان موازين، والسنة دي في ختام المهرجان المقيمين على تنظيم المهرجان قرروا ان هم يعملوا مفاجأة للجمهور المغربي. ليه؟ لان اللي هتغني في ختام المهرجان ده هي السوبر ستار شيرين عبد الوهاب. الجمهور المغربي بيعرف ان شيرين عبد الوهاب هتختم مهرجان موازين، وده من خلال حفلة هتقيمها هناك. الليلة كانت باينة من اولها، شيرين عبد الوهاب بتطلع باطلالة غريبة جدا، فستان ابيض واسع عليها وكأنها ما كانتش جاهزة للحفلة اساسا. الجمهور المغربي بيتصدم اول ما بيشوف شيرين عبد الوهاب، لانه بيبدأ يحس ان هي ماهيش مهتمة، والكارثة الاكبر لسه جاية في السكة. شيرين لما بدأت ان هي تغني الجمهور كان مستنيها تغني مباشر ويسمع صوتها، لكن ده ما حصلش. شيرين غنت بخاصية البلاي باك، ودي ببساطة الاغاني بتشتغل من خلال السماعات وهي بتمسك المايك، والمايك بيكون مفصول، وبتبدأ ان هي تحرك شفايفها مع الاغنية. يعني ببساطة شيرين ما غنتش، وبعديها الجمهور بدأ ان هو يغادر الحفلة لحد الجمهور كله ما مشي تماما. هو فان كارير ديالها غديرو في المغرب، فان كارير غادي الفا اونتيغي سا كارير هنايا. الصوت ديالها فساله ما كاينش، ما سمعنا والو، ما تنغمنا ما سمعنا ما والو، لا حضور لا صوت لا ما درت حتى مجهود، حتى شي مجهود ما درتو باش تجي المغرب. دايره البلاي باك، حنا دي جي كنعرفوه نديروه في ديورنا. هذا هو فان كارير ديالها،
خرجنا مورا نص ساعه. اكتئاب، حنا قرينا ماشي غير اكتئاب، مخدرات، بزاف ديال التخربيق. ما عمر الفنان ما كيكون هكذا تيتبع هاد الطريق. صراحة زعما كتغني غير بلاي باك malheureusement on n'a pas apprécié d'ailleurs on part plus tôt. كاين زحام و سي mal organisé malheureusement. On espère que la coupe du monde ça va être mieux organisé ان شاء الله. ايوا خوتي حنا راجعين بعد ما مشينا ضربنا سامه باش نتفرجوا في شيرين. في الاخر تعطلت علينا وطلعت حتى 12 ونص ما بلا ما والو بالرجول. ايوا خوتي حنا جالسه كنتسناوها من الصباح تغني لينا بتمنى تزول ملامحك من بالي تزول. ما بغات والو عينا معاها صافي طلع لينا الدم وحنا رجعوا في حالنا. شوفوا كلشي رجع حتى طلع لي الدم في الرجول. وين الى طيورنا اختي شيرين اللي كنت كتشوفي هاد الفيديو انا مقلقه منك ما نبقاش نتفرج فيك وما نبقاش نسمعك لان انا كنحكمك. المهم صافي بعدي منك. سلام يا مدام عجبتك السواري؟ ما عجبتنيش انا غادي في حالتي ما كتغنيش الله بمشجله حشومه. حنا المغرب حنا مغاربه ما كاينش يضحك علينا. عاش الملك. نقول لك كلمه الشيرين والو ما غنات ولا حاجه. دي اول حاجه زيرو. شيرين صراحه زي الحاجه اللي ما عجبتكم استهزأت بنا. تتغني بلاي باك تتغني ماشي هي اللي تتغني. زيرو احنا استنيناها وجينا ومعذبين عشان ولا ممثله ولا مغنيه ولا حاجه. احنا طبعا موجودين في اختتام الموازين مع الفنانه شيرين عبد الوهاب. عجبتك السواري ولا ايه؟ Non, c'était pas du tout ce qu'on attendait. C'était pas du tout playback في الاول ولي شونسون اللي كنا كنتسناوهم سي بيان دوماج انهم ما كاينينش. يعني ما عجبتكش السواري؟ لي سواغي قبل ديال شيرين في موازين سي با دو تو لا ميم شوز. زعما صراحه الله الاختتام يعني تقول انت غير موفق؟ لا غير موفق هذا العام هذا. زعما اوني ابيتوي لشيرين داكشي زوين ديالها وحضرت ليها اور ماروك مي دابا سي فريمون زعما كاينه on a gaspillé beaucoup de temps et d'énergie pour elle mais malheureusement ما لقيناش داكشي اللي بغينا. الله يسلمك. شنو احوالك؟ فرحانين اليوم بعدا فرحان ملي شفتك دوزت معاك تجربه زوينه طيله ايام موازين ومرحبا بك في المغرب. هي التجربه نتاعنا ياسر مزيانه وانا فرحت كي جيت بحذاكم. اما انا يهمني رايك انت كاعلامي وكصحفي مغربي. اليوم نحن موجودين في اختتام مهرجان الموازين في دورته العشرين. الفنانه الموجوده هي شيرين عبد الوهاب. انت كيفاش تقيم السهريه؟ كيفاش شفت الببليك؟ شنو قاعد يحكي؟ كاين تفاعل كبير مع شيرين. الجمهور تسناها لساعات طوال. هذا دليل على انه كيبغيها وباغي يسمعها. كان شويه واحد اللبس في البدايه عرفتك اللي بغيتي تقولي لانه غنات جوج الاغاني الاولين بلاي باك على ما اظن ياك. هذاك البلاي باك خلى واحد شويه ديال خلت برشا جمهور يخرج. ولكن من بعد حنا كنشوفوا ما شاء الله تفاعل كبير مع اغانيها ومازال كيتسناو اغنيتها بطلوع الروح. اي انت تحبها؟ لا هما كيتسناو انا هما يستناو في طلوع الروح. وانت كصحافي شنو تستنى؟ شنو هي اغنيه شيرين الى اقرب الى قلبك؟ على بالي غناتها. على بالي وغنيتها. باين نحن اليوم ما فماش هي ندوه صحفيه لكن انت متعودين بيك في كل ندوه تاخذ انت الاول تسال. كان جات شيرين عبد الوهاب عملت كونفيرونس دو بريس انت شنو تسالها؟ الا كنت غنكون مع شيرين في ندوه شنو اول سؤال اول سؤال غيتبادر للذهن ديالي نبغي نعرف شنو لي كونديسيون اللي جات بهم المغرب. نبغي نعرف شنو الظروف اللي جات بهم المغرب لان سمعنا انه جات في طياره خاصه انه ما بغاتش دير لقاءات صحفيه. بغينا نعرف هذا الجو حاب تعرف ومصيرها مع حسام حبيب واش كاين صلح ولا لا. ما شاء الله يموت على الترندات. واسئله اللي اكيد الجمهور كيطلبها. حنا اليوم كنمثلوا صوت الجمهور ولا بلسان الجمهور كنطرحوا اسئله. نورت تونس ونورت نوسا شو. فرحان نوسا شو تبارك الله عندكم اعلاميه متالقه وحييك زعما واسدوا يديك بحراره لانه ما شاء الله متالقه وكنتي دينامو هذا المهرجان. برافو عليك ومرحبا بك في المغرب وقت ما اهلا وسهلا بك يا نوسا يا احلى نوسا. انت كزميل عطيني السعديه خاطر ناخذوا ونرجعوا. اوكي يلا خلاص فهمت هكا. باهي نحن تو موجودين في اختتام مهرجان الموازين في دورته العشرين. في الاختتام عندنا الفنانه المصريه شيرين عبد الوهاب. انت كاعلاميه مغربيه كيفاش تقيم السواري؟ صراحة السواري زوينة، الموسيقى مسموعة رائعة لأنه أصلا المايسترو رائع وشيرين معروفة أنها رائعة وحبها للجمهور وحب الجمهور لها باين زعما اليوم من عدد الناس اللي كاينين. ولكن للأسف الشديد مشكل دائما في التنظيم والناس كتار وليتي كتعطاو بزاف ولي سباس يمكن ما كافيش الفنانة بحال شيرين.
اي دونك نتمنوا انه في الدورات اللي جايين هادشي يتقاد باغ لا سويت، حيت صافي فريمون مال اننا نشوفوا الناس باغيين يجيو يتفرجوا فنانه بحال هكا باغا تستقبل جمهورها الكبير، ولكن المشكل ديال الاكتظاظ. انا بحبها كثير كثير، بحب شيرين وتتمنى لها مسيره موفقه اختي شيرين، واي لاف يو تو، وبحبك كثير من مصر ام الدنيا، بحبك كثير. في الزمن ده الكذابين تمكنوا كتروا، شوف حقيقتك عالطبيعي اعترف خليك شجاع. شكرا اهل تونس انا بحبكم. ملكة الاحساس، نجمة النجوم، صوت الوطن العربي، شيرين عبد الوهاب. وحشتوني. يلا. جمهور موازين بيغادر حفلة شيرين عبد الوهاب بسبب ان هي كانت بتغني بلاي باك. امبارح كانت المفروض عندها حفلة في مهرجان موازين في المغرب. الحقيقة ان الاطلالة ما كانتش موفقة ابدا ولا مناسبة لطبيعة جسمها، مبينها اضخم، ما كانتش باين عليها ان هي رايقة وفايقة وما كانتش في احسن حالاتها. كانت بتغني بلاي باك، وحتى لما فكرت ان هي تغني في اغنيه تغنيها بصوتها كان صوتها واضح انه مرهق. انا عارفه ان هي فتره التعافي وعارفه ان هي المفروض بتستعد تكون احسن. انا اتمنى ان هي تاخد نماذج كتيره كانت وقعت في فتره من حياتها ورجعت تاني تبقى احسن. في فنانين كتير يعني احمد سعد، بهاء سلطان، عدد كبير من الناس اتعرضت لانتكاسات ورجعت اقوى واحسن واقوى. اتمنى ان شيرين تقعد تلتزم من غير حفلات لحد ما تحس انها جاهزه نفسيا وبدنيا. الجمهور بيحبها والجمهور بيدعمها، بس هي كمان محتاجه تشد على نفسها اكتر من كده شويه. استخدام بلاي باك وعدم احترام للمواعيد، والجمهور بيسيب الحفله وهو متضايق جدا، وشيرين بتنزل وبتسيب الفرقه بتاعتها. تعال احكي لكم ايه اللي حصل، خبر يهمك او ما يهمكش، المهم يفيدك. شيرين عبد الوهاب في حفلها الختامي بمهرجان موازين بدوله المغرب، الجمهور لاحظ ان غناء شيرين عبد الوهاب وهي على المسرح وماسكه المايك ومندمجه ان هو مش غناء مباشر وهو بلاي باك. ازاي بقى عرفوا؟ وهم ركزوا في حركه شفايفها مع الاغاني اللي ماشيه، لقوا ان كلامها غير خالص الاغاني اللي بتتغنى، فاكتشفوا ان الاغاني كلها سماعات وهي ما بتغنيش. يعني بمعنى صح هي طلعت أدي. ناس من الجمهور في المهرجان ده ابتدوا يسيبوا الساحه ويمشوا، والجمهور كان متضايق جدا، وبمعنى اصح كده قالوا احنا جايين عشان نسمع صوت مباشر مش عشان نسمع اغاني متسجله. كده ممكن نجيبها من على اي تليفون ونسمعها لو هي اغنيه متسجله. والمفاجاه بقى ان شيرين راحت سايبه الفرقه تغني وسابت المسرح ومشيت، ونهت كلامها بقالت للجمهور العبوا اي حاجه، وكانها بتعترف في اعتراف مباشر. بعدها على طول الحفله كلها خلصت، ولكن كان في حاله من الغضب غير طبيعيه، مع الاسف انه كان موقف محرج جدا. اذا كما شفتوا انه شوها صراحه شوها انه اختتام مهرجان، واخا كاين اختتامات يعني كاين حفلات اخرى اللي كتكون اختتام، لكن هذا الاختتام هذا ما في هذه الساحه هذه ما كانش يعني المفروض انه يكون. الخطا كاين من يعني الناس اللي داروا الكاستينغ او اللي حضروا هذه الحفلات هذه، كان خصهم يكونوا متابعين حالات ديال الناس هذا، او يتابعوا حالات الفنانين اللي غادي يصيفطوا لهم الدعوات واللي غادي يتعاملوا معهم. انك تعيط على فنانه او فنان اللي كيعاني، عنده مشاكل نفسيه، عنده مشاكل اخرى يعني حياتيه، عنده مشاكل صحيه عموما، فعلاش تعيط له؟ ومن جهه اخرى ايضا حتى الفنان نفسه يلام في هذا الموضوع. يعني شيرين حتى هي كتلام في هذا الموضوع، لان كان المفروض انها ما تمشي ما ديرش حفلات الا ما قداش تغني. تقول انا اسفه ما غاديش نقدر نغني، شكرا على الدعوه ولكن انا عيانه مريضه. هذا ما كان، لكن لا هي جات باش استغلت الموقف انه جهل ديال الاداره ديال موازين ودات داك الكاشي ومشات. هي بحال ضحكات على اولا على اداره موازين،
واخا اداره الموازين يعني تستاهل صراحه، لانه ما متبعينش. ثانيا ضحكات على الجمهور المغربي، وهذه اهانه للجمهور المغربي يتحمل فيها المسؤوليه سواء الفنانه او حتى اداره الموازين اللي ما كانتش موفقه في هذا الاختيار. فشنو الاراء ديالكم في هذا الشيء اللي وقع؟ شاركونا بارائكم في التعليقات، ونشوفكم في فيديو اخر قريبا. سلام.